حته لما انت تكون قديم في الجيم وكده، وواحد مثلا صغير ولا جديد في الجيم مثلا يجي يسالك عشان الباي بتاعتك كبيره او شكلها او الكواليتي بتاعها احسن من ناس كتير، وانت تيجي تقول له ده عشان انا بتمرن كذا او عشان انا مثلا باكل كذا، فده معناها ان ده هو اللي بيعمل لك الكلام ده، فده غلط. ده هي كلها جينات. انت لو اتمرنت ظهر بس وما اتمرنتش باي، على الباي بتاعتك هتكبر اكتر من ظهرك عشان الجيناتيك بتاعتك احسن او متميزه عن ظهرك ايا كان. يعني ده بديك مثال. انما تيجي تقول له عشان انا باكل كذا، هو يجي يصدقك ويعمل الكلام ده، وفعلا عشان هو مبتدئ ولسه جديد فالباي بتاعته تكبر عشان ده الطبيعي، فيجي يقوم قايل لك لا ده، وتمشي بقى في جيل بقى كبير من الكلام ده، وانت والناس كلها تطلع بقى اللي عشان انت بتاكل كذا وتعمل كذا فده هو هو ده بقى القاعده بقت بتاعت الكل. انما ده غلط جدا، كل اللي بيقول كده غلط. كل ده جينات. انا مثلا جيناتي كويسه في التراي عشان الجينات بتاعتي كويسه، فمهما أنا عملت ومهما ما لعبتش ومهما لعبت ومهما تقصعت في التمرين، التراي بتاعتي هتفضل كبيره وهتكبر عن باقي العضلات. انما العكس بقى، لو التراي بتاعتي جيناتك ضعيفه، لو بتمرنها 10 ايام في الاسبوع برضه هتفضل ضعيفه وصغيره، تكبر اقل بكتير من العضلات اللي انا متميز فيها جيناتيك. فمحدش يجي يضحك عليك ويقول لك لا ده انت تحت القانون والكلام ده. مفيش قانون للعبه.